السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نترحم في البداية على أرواح شهدائنا الأبرار، وندعو الله بالشفاء العاجل لجرحانا والحرية لمعتقلينا. أعزائي المشاهدين، نقدم لكم اليوم أحد الأبطال الشرفاء المنشقين عن المخابرات العامة أمن الدولة في فرع دير الزور، ليكشف لنا المستور مما يدور في أقبية المخابرات وأساليبهم، ويفضح مخبريهم. وقد سلم ما في عهدته وما جلب معه من وثائق للجيش السوري الحر، ونقل الأمانة لنا، وهي الآن بعهدتنا وأمانة في عناقنا، وستصل بإذن الله للمعنيين. ورحبوا معي بالمساعد أول عبد الخالق عبده ليعرفنا عن نفسه. الاسم الكامل أخي عبد الخالق. أنا المساعد أول عبد الخالق عبده من مرتبات إدارة المخابرات العامة الفرع 327 فرع دير الزور. هذه هويتي. ما هي الهوية الأخرى التي تمتلكها أخي عبد الخالق؟ هذه الهوية صادرة عن وزارة الداخلية. نعم. هوية شرطية أعطيت لي عندما تم دخول المراقبين العرب إلى القصر، لكي يتم التنويه بأننا رجال حفظ الزمن. تختلف هذه، لا تملكون، لا يسلمون له أصلا، لا يسلمونكم هذه البطاقات. نعم. لكن احتيالا سلموكم. نعم. هذه البطاقات. نعم بالضبط. تسلم لعناصر الشرطة. أخي، ما هو دور فرع أمن الدولة في دير الزور في قمع المتظاهرين وتجنيد المخبرين الذين باعوا أنفسهم إلى هذا النظام الطاغية؟ أخي الكريم، فرع أمن الدولة بدير الزور هو المخطط الرئيسي لغرفة العمليات بالدير. نعم. وهو أخطر الأفرع الأمنية بدير الزور على السواق. لماذا هو أخطر فرع وهناك الأمن العسكري والأمن السياسي وغيره؟ أخي الكريم، لأن 90% من عناصر فرع أمن الدولة بدير الزور. نعم. من ذات مدينة دير الزور، من نفس مدينة الزور. يعني هم من سكان مدينة دير الزور ومتطوعين في فرع أمن الدولة. بالضبط. ومن مبدأ أهل مكة أدرى بشعابها. بالضبط. هم أخبر في المنطقة. نعم. وقادرين على كشف. نعم. حقائق أكبر أو تجنيد. بالضبط. أخي عبد الخالق، أسلوب عمل هذا الفرع وكيف يقوم؟ هل يقوم بأعمال تشبيح بذاته أم هو يختص بالمعلومات فقط؟ ما دوره؟ ماذا يملك من التقنيات كي يكشف عن الثوار؟ ما هو أسلوب يمكن أن تكشف لنا وتوضح للأخوة الثوار في دير الزور كي يتحاشوا أساليب هذا الفرع أو ليتجنبوها ولكي لا يقعوا بأفخاخه؟ أخي الكريم، فرع أمن الدولة بدير الزور يختص بجمع المعلومات. نعم. يختص بجمع المعلومات عن طريق المناديب وعن طريق المصادر وعن طريق العوائنية. نعم. وهو الفرع الوحيد الذي يقوم بتحديد مواقع الثوار وتحديد مواقع الأهداف. كيف يقوم بتحديد مواقع الثوار؟ وهل هناك أجهزة محددة أم تقصد أنهم يتنصتون على المكالمات؟ كيف يحددون؟ أنا ثائر خرجت اليوم في مظاهر، كيف يحددون مكاني؟ أخي الكريم، أولا عن طريق يعني بدك تقول المخبرين، المصادر. نعم. المصادر. نعم. ثاني شيء عن طريق الاتصالات. نعم. عن طريق الاتصالات، خاصة إذا كانت الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بالسورية. نعم. هاي بتم بتحديد الأهداف مباشرة. بتروح. نعم. الأهداف هاي بتتحدد بغرفة العمليات بدمشق، ومن ثم تأتي إلى الأفرع. نعم. ويتم تحديدها عن طريق جهاز. ما نوع هذا الجهاز وكيف يعمل هذا الجهاز لكي يتوضح للأخوة كي يتحاشون الوقوع في هذا المطب؟ هذا الجهاز أتي إلينا حديثا من إيران. نعم. جهاز إيراني. نعم. المصدر. يتم تحديد الإشارة وتحديد مركز الاتصال، نقطة الاتصال بدقة. نعم. هذا الجهاز، ما هو نوع الأجهزة التي يقوم هذا الجهاز بمراقبتها؟ أجهزة الثريا أم أجهزة الخليوي العادية اللي تابعة لشركة سيرياتيل وMTN، أم هي الخطوط السعودية والإماراتية التي تعمل على خدمة التجوال؟ أي هذه الاتصالات آمن وتحذر السادة المشاهدين والأخوة الثوار والمقاتلين في الجيش السوري الحر من أي منها؟ أول شيء الخط الثريا، الثريا، خط الثريا، ومن ثم الخطوط الدولية.
الخطوط الدولية؟ مراقبة بشكل تام، يعني خط من السعودية إلى دير الزور مباشرة مراقبة. يعني تقصد أنت إذا جاء اتصال خارجي من رقم أو نمرة خارج حدود سوريا إلى رقم سوري، إلى سوريا، يرصد هذا الرقم، نعم. وتسجل المكالمة، بالضبط، تسجل المكالمة ويعرف مضمونها، ويحدد الهدف، ويحدد الهدف التي تأتيه هذا الاتصال مباشرة. تمام. أخي، كيف تنصح الأخوة المقاتلين في الجيش السوري الحر أن يقومون باتصالاتهم؟ بنصحهم إذا بده يحكوا من هاتف سوريا، نعم، يحكوا من منطقة خلاء، منطقة خالية بعيدة عن المدينة، غير مأهولة، غير مأهولة، والمدة لا يعني ما تطول أكثر من 10 دقائق. أيوة، ويغير مكانه فورا، نعم. يفصل الجهاز يفصل ويغير مكانه فورا لكي لا مكانه يتحدد بالضبط. هذه النقطة. نحن سمعنا أن هناك كثير اختراقات بين الثوار وبين المتظاهرين وبين حتى أفراد الجيش السوري الحر. يجب أن ننبه هؤلاء الأخوة لكي لا يكونوا سهلا صيدا للنظام وأمنه ومخابراته. وسمعنا عن عدة شخصيات في دير الزور هي العمود الفقري لفرع من الدولة في دير الزور. يمكن أن تكشف لنا عن هذه الشخصيات وما اسمها وما دورها بالتحديد؟ أخي الكريم، الأسماء سوف نعلن عنها لاحقا. نعم، لاحقا عن طريق الفيسبوك بإذن الله تعالى إن شاء الله. واطلعتك على الأسماء نعم بإذن الله. اللي عندي. يعني المعلومات أصبحت إخوتي بحوزتي، وسأنشرها على صفحتي على الفيسبوك، وما هو منها سري لكي نعم. هؤلاء العملاء لكي لا يفروا ولكي لا يكونون بعيدين عن قبضة أبطالنا في الجيش السوري الحر. ما ينشر منها ونراه صالح للنشر سننشره على صفحتي الخاصة على الفيسبوك مهيمن الطائي. وما تبقى من المعلومات لكي لا يفر هؤلاء الجبناء سنعطيها لمقاتلين في الجيش السوري الحر لتصار إلى محاكمتهم محاكمة عادلة، ويتم التحقيق معهم والقبض عليهم، وهم من العملاء لفرع من الدولة في دير الزور. وبإذن الله تعالى إن الله لا يهدي كيد الخائنين.